السلام عليكم ومرحبا بكم غالياتي في فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير مع هذا الوضع اللي راهو صار في فلسطين. رانا كامل ماناش بخير والله، غير بالسيف باش نصت صورت هذا الفيديو. ولانه اذا طولت على القناة راح تتاثر القناة تاعي. لازم نحط وصفة على الاقل خطرة في سمانة ولا. المهم اليوم جبت لكم وصفة تاع كعكعات بالكاوكاو. الوصفة اللي قريتها في الورشة راح نعطيها لكم بكامل التفاصيل تاعها. لأول مرة تزور قناتي نقولها نورتي، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وقبل ما تشوفوا الفيديو حطوا كامل ديروا لي جيم للفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس. راح نقسم معكم حبة تاع كعكعات باش تشوفوا كيفاش جات ما شاء الله بنينة بنينة روعة. والطلية الطرية تبقى مدة 15 يوم. راح نروحوا الوصفة والمقادير، نبداو على بركة الله. أنا عندي 3 كيلات تاع فارينة. هذا الكاس الكيل كامل جاب لي 500 غرام و 510 غرام. كيما انا لازم ديما نغربلو الفارينه. راح نمد لكم يعني ما سرعتش بزاف في الفيديو باش تعرفوا كامل التفاصيل. راح نضيف ملعقه تاع سكر ناعم، راح نضيف ملعقه صغيره تاع فانيليا، ورشه تاع ملح. الرشه تاع الملح لازم ديما نديروها في الحلويات. هنا عندي مارغرين توريق وعندي السمن. هنا الكيله تاع الليدام راح ندير نص كيله تاع سمن مع نص كيله مارغرين توريق. صدقوني يعني كي نديروا هذه الطريقه راح تجيكم الكعكات العجينه تاعها تجي بزاف هايله. ما راكمش راح تندموا. كامل جربوها ورجعوا لي الخبر. هنا لازم يكون الليدام تاعنا يكون بارد، يعني نذوبوه نخلوه يبرد. ما لازمش نديروه وهو سخون. راح نبسو يعني ندخلو هذاك الليدام في الفرينه مليح مليح. نحاولوا انه ندخلوه مليح، يعني ما نطولوا 2 دقائق 3 دقائق وحنا ندخلوه في هذاك السمن. وبعدها راح نجيبو كيلة تاع ماء وما زهر يكون دافي. لازم ندفيو هذاك الماء زهر والماء باش ما يتشكلوناش هذوك الكريات في العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا انا راني ندخل في السمن مليح في الفرينه. هذه الطريقه يعني هذه الطريقه لازم ديروها، يعني لازمه باش تجيكم لاباط مليحه. لانه اذا ما دخلتوهاش مليح راح تجي جهه فيها ليدام جهه لا. وكي ديروا لها الماء راح راكم على بالكم ما تجيش العجينه متجانسه في المكونات. اللي عندها اي زعما طلب حبه كاش حلوه ولا تقدر تخلي لي في التعليقات. راح نحاول نبي لكم كامل الطلبات تاعكم. كل مره ندير طلب تاع يعني كي نشوف بزاف طلبوا لي حاجه راح نديرها يعني بالفرح والسرور. المهم هنايا كما قلت لكم البنات راني نطم في العجينه تاعي، ولازم نطمها حتى تولي العجينه طريه، حتى يكونوا سلوكه بيوضه هكا في العجينه. كي نرفد هكا اون بول ما تكونش تتشقق. هنا شوف مازالت تتشقق، يعني راح نزيد لها شويه تاع الماء. لازم العجينه تكون بزاف طريه. على خاطر اذا ما درتوهاش طريه من بعد كي تشكلوا العجينه راح تتشقق لكم العجينه تاعكم. وكي تشكلوها يعني تلقاو صعوبه في التشكيل تاع الكعكات تاعكم. راح نحطها في بابي فيلم هنايا، نحطها ترتاح مده ساعه ولا ساعتين. المهم لازم ترتاح العجينه تاعنا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. ونروح نحضروا الحشو. هنا عندي 3 كيلات تاع كاوكاو مرحي ومحمص. الكاوكاو لازم نحمصوه ماشي كيما اللوز، لانه اذا ما حمصتيش راح الكو تاعو يجي صامت في الحشو تاعك. انا كيلت بهذا الكاس، نتي كيلي بتاع اموليد، لاني انا زدت شويه كيلو بالكاس تاع اموليد باش تقدروا ديروا الكميه اللي درتها انا تاع 500 غرام. 3 كيلات تاع لوز. بالعفو كاوكاو يكون محمص ومرحي. ندير له كاس الا ربع تاع سكر عادي. راح نضيف الفانيليا. اللي حبت دير القرفه تقدر دير القرفه. انا الزوج تاعي ما يحبش القرفه في الحلويات ما درتش.
وراح نضيف ملعقه كبيره تاع عيدام تاع سمن باش يجي الحشو تاعك طري وما يبسلكش بعد ما طيبيه. وشنو الحشو لازم نشمخوه بالمزار حتى يولي يعني تولي الحشو طري كامل، لازم يكون طري. اذا ما كانش طري راح تلقاي صعوبه من بعد كي تشكليه ومام كي طيبيه راح يبسلك داخل الكعكات تاعك. راح نحطو يرتاح لي. بعد ما ترتاح العجينه راح نجي نفتح العجينه تاعي. قبل ما نبدا يعني في تشكيل العجينه انا شكلتهم كل كوريه 35 غرام العجينه، هذه العجينه والحشو شكلته 15 غرام. كيما راكم تشوفوا هنا فتحت العجينه يعني حطيت ساشي من الفوق باش ما تلصقليش من الفوق، وجبت الحشو. ومن الافضل انكم ترققوها مليح باش تجيكم فيتي من الداخل. شوفوا كيفاش راني نضغط باش يخرج الهواء، ما نخليش الهواء لداخل. لازم تتبعوا كامل النصائح، هو الكعكات الوصفه كامل راهم يديروها بهذه الطريقه، بصح النصائح لازم تتبعوهم باش تنجحوا في الطريقه تاعكم. هنا غلقت من جهه وخليت جهه مفتوحه واني نمشي فيها باش نشكلها. شوفوا كيفاش راني ندير ثقبه وبعدها راح ندخل هذاك الحربوش اللي درته على الجهه الاخرى. والعجينه كما قلت لكم لازم تكون طريه، لازم تكون ليس، يعني ديروا لها الماء حتى تولي ليس ما تتشققش. اذا كانت تتشقق راح ما تجيكمش العجينه، ما تجيكمش مليحه. وراح نجيب هاد الليمون تاع الكعكات، وهو من الافضل يكون عندكم هذا باش تجي الشكل تاع الكعكات بزاف هايل، احسن من هذوك ليمون تاع السيليكون وما من الاخرين الحديد تاع كل وحده وحدها ثاني كيف ماشي مليح. راح نعاود نفتح معكم وحده. شوفوا رققتها كامل وراني نغلق ونضغط في نفس الوقت باش ما يدخليش الهواء للحبه تاعي. وبعدها راح نفتحها وغلقت من جهه. وهذا هو التشكيل تاع الحبه تاع العرايش تاعي. نجيب المول نحطها فيه ونحاول اني نسقمها. هذا هو المول اللي قلت لكم عليه تاع الحديد. يعني من الافضل ديروا اللي وريته لكم من الاول اللي حبه تشري، يعني حبه تشري اشري هذاك الاول اللي وريته لك. راح نعاود ندير بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا خليتهم باتوا، يعني ما طيبتهمش في نفس اليوم، خليتهم باتوا غدوه من داك طيبتهم. البنات اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس ليستفيد الجميع. وهكا نسقم فيها ونحطها، قلت لكم يباتوا ليله كامله. نغطيهم بالساشي ما نخليهمش يعني هكاك الهواء راح ينشفوا لي، نغطيهم بالساشي. وبعدها راح نجي هنا نثقبهم بكيردون باش يتنفسوا في الفرن. وندخلهم للفرن على درجه حراره 180. كي يطيبوا لي ما نخليهمش يحمروا بزاف، انا شويه حمرتهم، ما نخليهمش يحمروا بزاف. وراح نوري لكم يعني الديفيرونس بين هاد الليمون والليمون اللي قلت لكم عليه الاول تجي الحبه تاعو شغل بومبي من الفوق تجي بزاف هايله. شوفوا هذا هو الاول. والمول الثاني هاوليك اللي راهو في السنيوه. الحبه تاع الكعكات ما همش كيف شوفوا. راح نروح نحضر الطليه. هنا عندي فنجان تاع حليب وفنجان تاع مزهر. يعني كيلة حليب كيلة مزهر، نصف فنجان تاع زيت ونصف فنجان تاع ليمون. راح نحط فانيليا وراح نحط مغرفه صغيره تاع ملون ابيض. الملون الابيض لازم ضروري باش تجينا اسمع قبل ما نلونوا اللون اللي حبيناه لازم نديروا الملون الابيض. هاد الكميه دات لي 2 باكيات تاع سكر ناعم. يعني راح نبدا نضيف السكر الناعم والفانيليا بلا ما ننسى الفانيليا. راح نضيف السكر الناعم حتى يثقل لي الخليط. يعني راح نجرب للمره الاولى، اذا ما تغطات ليش الحبه راح نزيد الكميه. يعني انا هذا الفنجان دار لي 2 باكيات
2 باكيات تاع سكر ناعم. كما راكم تشوفوا الخليط تاعي راح يثقل بهذه الطريقه، يعني راح يكون الخليط ثقيل باش يغطي لي الحبه. راح نخلي الطليه تاعي مده ساعه ولا ساعتين، وبعدها باش نجي نطلي الحبات تاعي باش هذاك الهواء اللي فيها كامل يخرج، باش تعاونني من بعد كي نعود نخدم ما يخرجوليش هذوك الفقاعات بزاف. ومام كي يخرجوا راني قادره نحيهم بكيردون باش ما يبقاوليش الشكل تاعهم راح يبشع لنا الحبه من الفوق. المهم راني شوفوا راني ندير في الطليه من الفوق، كل وحده كيفاش حبت، اللي حبت دير في بوشادوي وتخدم، ولا اللي حبت باش انا كل وحده وكيفاش يساعدها الحال، اللي حبت تطلي بالحبه، اللي حبت. انا هنا راني نخبط فيه باش تهبط لي الطليه، وفي نفس الوقت راني نحي في هذوك الفقاعات اللي يخرجوا لي، الباب اللي يخرجوا من الفوق. بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي راح نحطهم ينشفوا، وبعدها راح نروحوا للتزيين. انا التزيين درت حاجه سامبل، وانتم التزيين ديروا التزيين اللي يساعدكم. جبت عجينه السكر، كان عندي مول تاع عجينه السكر، كادر درته كيما راكم تشوفوا هذا الكادر، وجبت ناكخي دوغيف ليكيد وواحد بودغ، خلطتهم باش يجيني الكولر شويه شباب. المهم هاني كيما راكم تشوفوا هذاك الكادر عجينه السكر ابيض، درت له هاد الناكخي دوغي حتى نكملت كامل الكميه تاع الكعكات اللي عندي. شوفوا بهذه الطريقه حتى نكمل ونخليهم ينشفوا. وبعد ما ينشفوا لي رحت جبت، كانت عندي عجينه سكر، خلصت لي البيضه، درت الغوز، اضفت لها ملون بنفسجي حتى تحصلت على اللون تاع الورده هذاك اللي من الفوق. كنت حابه حاجه فونسي درتها، وندير شويه تايلوز باش تزرب تنشف لي العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا هنا درت التايلوز، وفي نفس الوقت نعاون يعني يدي بالمايزينا باش نخرج هذيك الورده هاي لك في المول هذايا تاع سيليكون، حتى نكمل الكميه كامل. درت على حساب عدد الكعكات اللي عندي. يعني هذه هي الطريقة، ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من النصائح اللي مديتهم لكم. واذا عندكم اي تفسير تقدروا تخليوا لي في التعليقات راح نجاوبكم. بعد ما نشفوا لي حبات تاع الكعكات راح نروح نجيب لهم ناكخي يكون فضي، ماشي دوغي، يكون فضي، ونديروه من الفوق باش تعطيني هذيك لا بريونس اللي تكون للحبه باش تجي شابه. وبعدها جبت مول غراء غذائي، لصقت الكادر وزدت لصقت هذيك الورده من الفوق. هذه هي وصفتنا نهار اليوم البنات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هذه هي قلت لكم الوصفه اللي قريتها في الورشه، يعني انا قريتها بدراهم وعطيتها لكم مجانيه، ماشي خساره في حبابي. المهم تستفيدوا وتدعوا لي دعوه خير. وهاد الوصفه يعني تقدروا تمام تستعملوها للعرايش، نفس الوصفه تاع العرايش والكعكات. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.